السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال. جيتكم بهذا الفيديو الجديد كالمعتاد ديما. هذا الرشمه اللي حطيتها في هاد الجلابيه خفيفه، جلابيه ديال المليفه. حطيتها درت ليها هاد الرشمه اللي حطيتها في الصدر، ودرت ليها هاد الرشيمه الخفيفه اللي كاينه في الكم. يعني كما كتتابعوا معايا كما كتشوفوا الطريقه وطرزه خفيفه اللي كيفاش كتحط في الجلابيه. كاين بعض السيدات ما كيبغوش ديك الطرزه اللي تكون ثقيله بزاف، اختارت لها هاد السيده، اختارت لها هاد الطرزه خفيفه اللي غتجي لها في الصدر. وبالنسبه للالوان اللي حطيتهم حتى هما اللي اختارت لهم اللوينات اللي غيتماشى ليها مع اللون ديال الجلابه واللون ديال القميص اللي كاين تحت من الجلابه. هادو هما الرشيمه اللي حطيت ليها. كاين بعض السيدات اللي كتبغي ما كتبغيش تكون رشمه ثقيله، كتبغيها خفيفه. وانا حطيت هاد الرشمه اللي والمت الجلابه والمت حتى الطريزه اللي غنشوفوا اللوينات بطريقه خفيفه. صراحه كتكون بعد الجلابات كتكون كتجيب غير اي سيده كتبغي اللوينات يكونوا خفاف. وهذه هي الطريقه. وغنحط لكم حتى الرشمه اللي باغا، اي اخت اللي باغا الرشمه راه غتشوفها. هذه هي الرشمه، اي اخت باغا الرشيمه ديرها. يعني رشمه خفيفه وفي نفس الوقت يعني الشكل ديالها رائع. هذه حطيناها في الكم وفي الصدر كما كتشوفوا. وهذه هي الرشمه، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم كما كتشوفوا. هاي دابا حطيتها على كل اخت اللي باغا ان شاء الله تحطها في الجلابيه. تجي حتى في القميص العادي حتى هو كتجي رائعه، كتجي في عاطيه اللوينات. وكيبقى للسيدات على حسب الاختيار ديال الالوان ديالهم. اي اخت بغات تحط اللوينات اللي بغات تختار فيها راه كتختار فيها. وانا خصصت هاد الالوان اللي حطيتهم في اللون ديال الجلابه هما باش يتماشاو مع هاد اللون. هادو هما الالوان اللي كيتماشاو. وكيبقى عاوتاني للسيدات الاختيار ديالهم، يعني كل وحده وكيبقى لها الاختيار ديالها. هادو هما اللوينات، وهادو هما الطريزه اللي طرزتها وحطيت فيها هاد اللوينات. هما جاو رائعين. ان شاء الله ديروها كما المعتاد، ديروها في الجلابيه ديالكم في القميص ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. يعني كما شفتوها هذه هي الطريزه. وان شاء الله تزوروني في القناه ديالي ان شاء الله تدخلوا تبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء، ان شاء الله تعم الفائده. واي اخت قد ما دخلت عندي القناه وعجبتها الشكيله ديال الجلاب، عجبتها الطرزه، يعني تشاركها مع الحبابات ديالها والصديقات ديالها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالهم. وما تنسونيش في لايك وفي تعليق زوين ومشجع يعني الاستمرار القناه ديالي باذن الله. كما عرفتوا يعني قد ما التعليقات ديالكم وقد ما كانت الزياره ديالكم للقناه كتكون لنا تشجيع باش نستمر في هاد الطرز ان شاء الله باذن الله ورشيمات جداد. ونخليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء في فيديوهات جداد وفي حاجه جديده باذن الله.